مطرب الغناء الشعبي أيمن العربي، أهلا بك. مرحبا بك يا أستاذ خالد. نبدأ مع يعني توصيف للأغنية الشعبية. الأغنية الشعبية دي هي اللي بتعبر عن الناس اللي في الشارع، يعني ناس شعبيين، احنا بنقول اللي الناس بتبقى عايزة تقوله. نعم. يعني مواجع الناس، الناس بتتكلم عن الدنيا، آلام الناس، ده غالبا اللي غالبا بتلاقي الأغاني دي أو المواويل بتعبر عن الناس. يعني الواحد بيحس، حتى ممكن يقعد يسمع موال فبيحس الموال ده ماشي على حكايته، على قصته، على بدايته وهو صغير، على وهو كبير، على أحواله مع الدنيا. ده غالبا نعم. يعني ده بنعبر عن الناس، يعني ده الفن الشعبي غالبا يعني. هل هناك ما يميز الغناء الشعبي عن بقية الألوان والأنواع الأخرى من الغناء؟ طبعا بتفرق طبعا، في العاطفي وفي الشعبي نعم. احنا قلنا ده يعني بيبقى في مواجع اكتر للناس، او في فرح اكتر للناس. زي ما يشوف الافراح كده بتلاقي يعني فرح زياده عن اللزوم، بتلاقي الناس بترقص وبتعمل، بيبقى غالبا لهو شويه يعني، في بالذات الاغاني اللي هي فيها رقص او بتاع. لكن في الاغاني اللي هي الحزينه دي بتعبر عن كل واحد بيحس مثلا الاغنيه دي بتعبر عنه، فيها من كلماتها مثلا بتعبر عن قصه من حياته مثلا، زي كده يعني. بكل هل واحد تعبر عن قصة حياتية غالبا يعيشها الناس؟ غالبا طبعا. يعني اي واحد ممكن بتلاقي مثلا بيحكي عن، أو ممكن صديق مثلا خانه، فبتلاقي في اغنيه عن الصديق اللي خان، اغنيه عن الدنيا اللي غدرت بالانسان، فبتلاقي في واحد كده نعم. في دنيا فرحت مع واحد وبقت معاه مية مية، بيلاقي برضو اغنيه ماشيه معاه كده يعني من غالبا. نجوم الغناء الشعبي في مصر طارق الشيخ، شعبان عبد الرحيم إلى آخره. مم. لو تعطينا فكرة عن يعني بعض المطربين. طبعا انا اشتغلت مع اغلبيه الناس دي يعني، وفي ناس احسن يعني، في ناس زي الناس دي برضو وممكن افضل كتير يعني. برضو في يعني انا واحد من الناس ممكن مثلا اتربيت على احمد عدويه، في مثلا عبد الباسط حمود، وفي من الشباب اللي طالعين مثلا في خالد الطيب، وفي هناك يعني أغنية يعني حظت بتأييد الملايين في الوطن العربي أجمع، وهي أغنية من أنا لعبد الباسط حمودة. هل يعني تستطيع أن تعطينا فكرة عن هذه الأغنية، ولماذا حظت بمثل هذا الإعجاب الكبير؟ هي الاغنيه بتبقى حاله، فالناس بصت في الاغنيه ان ممكن واحد يبص يا مرايتي، فالواحد بيبص بيلاقي نفسه في قصته نعم. في الاغنيه دي. وعبد الباسط ليه اغاني اجمل بكتير يعني. اتربيت على عبد الباسط مثلا على بين القصرين، يعني لما تسمع عبد الباسط حموده في الشريط الاولاني تلاقي شغل اجمل بكتير. يعني عبد الباسط حموده بيبدع في الشريط الاولاني اللي هو بين القصرين، وفي مثلا القلب لما عشق. ولكن الحظ أتى إلى مرايتي. مرايتي، بس هو كان عبد الباسط كده كده لامع من قبل حتى مرايتي. عبد الباسط حموده معروف عبد الباسط حموده، بس هي الدنيا يعني ايه لمع ليه بقى؟ لان كانت الفضائيات طلعت. لما الفضائيات طلعت نعم. والقنوات بالذات اللي هي بتذيع شعبي، فبدات الحاجات دي تبين الناس دي اكتر. غير برضه لما طلع في التمثيليه في رمضان مع سميرة احمد، برضه فرقت معايا كتير. الناس برضه عرفت عبد الباسط اكتر. الأستاذ أيمن العربي، لو نتوقف الآن عند فاصل غنائي. نقول حاجه شعبي ولا؟ أرجوك. طيب هنقول، سنحاول يعني أن انا نضم اسمعك حاجه، كل الشعبيات داخل اسمعك هذه حاجه لعبد الحلقة. الباسط حموده، نعم. لان انا من الناس اللي بعشق عبد الباسط حموده. جميل. بين القصرين شفت الحلوين ولا حدش منهم كلمني، ترارارارارا، ولا قالوا كلام ولا ردوا سلام، وازاي فواهم زاغوا مني تريرار. بين القصرين شفت الحلوين ولا حدش منهم كلمني، ترارارارارا، ولا قالوا كلام ولا ردوا سلام، وازاي فواهم زاغوا مني تريرار. طب اصدق مين اكدب مين؟ اصدق مين اكدب مين؟ ياللي انت مجرب طمني، اعمل معروف بقى فهمني. ياللي انت مجرب طمني، اعمل معروف بقى فهمني. بين القصرين شفت الحلوين ولا حدش منهم كلمني. بين القصرين خدني هواهم، خد قلبي ودوبني جروحي، وفي قصر الشوق بستناهم وانا صابر وبصبر روحي. بين القصرين خدني
خدني هواهم، خد قلبي ودوب لي جروحي، وفي قصر الشوق بستناهم، وانا صابر وبصبر روحي. طب انا احكي لمين ولا اشكي لمين؟ طب انا احكي لمين ولا اشكي لمين؟ ياللي انت مجرب طمني، اعمل معروف بقى فهمني. ياللي انت مجرب طمني، اعمل معروف بقى فهمني. بين القصرين شفت الحلوين ولا حدش منهم كلمني.